رُحت بقى أسأل على الرقاق، لقيته بقى ب40 جنيه، قُلت للبياع مش عايزاه، وروّحت بقى البيت وفكّرت في فكرة مجنونة، أعمل بيها صينية رقاق وما تكلّفنيش كمان حاجة، يا دوبك بقى يا جماعة عملت بديل الرقاق ده يمكن كده يكون كلّفني من ربع جنيه ل30 قرش، تخيّلوا زي ما سمعتوا كده هو ربع جنيه وتعالَ أقول لكم إزاي. في الأول خالص كده جِبنا طاسة على النار والنار لازم تكون عالية، حطينا فيها مكعب من الزبدة، معلقتين كبار من الزيت، وهننزل بقى بكمية اللحمة المفرومة. أنا باحب أشوّح اللحمة المفرومة في الأول قبل ما باضيف البصل. أول بقى ما اللحمة اتشوّحت معانا بالشكل ده، هنضيف بقى دلوقتي بصلتين كبار أو 3 بصلات متوسطين طبعًا فرمونهم ناعم في الكبة، وهنضبّط بقى الملح، وهنضيف كمان كده شوية من الفلفل الأسود، حوالي يعني نُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان بابريكا على شوية من السبع بهارات، وهنقلّبهم بقى كويس مع بعض بحيث إن البصل يدبل معانا. أول لمّا البصلة تدبل معانا بالشكل ده، هنضيف بقى كده شوية من الفلفل الألوان، وهنبدأ طبعًا نخلطهم مع بعض، ولو مش متوفر عندِك الفلفل الأصفر والفلفل الأحمر، ممكن تستكفي بالفلفل الأخضر وبس. وجبت كمان كده يا جماعة طماطم كنت شايلة منها البذر ومقطعاها كمان لقطع صغيرة، وهاخلطهم كويس مع بعض. وعايزة أقول لِك إن أنتِ لو مش بتحبي تضيفي الطماطم، ممكن تستغني عن الخطوة دي خالص. وعلى نار بقى وسط هاغطي على اللحمة واسيبها لحد ما تستوي معايا. بس قبل ما اغطي يعني عليها، ضفت عليها كده حوالي معلقه صغيره من الصلصه المعلبه، وخلطتهم كويس مع بعض علشان يعني لون اللحمه في الاخر يجي لي حلو وجميل. زي ما انتم شايفين بقى هنغطي عليها ونسيبها كده حوالي 5 دقايق، بتكون اللحمه استوت معانا وبقت زي الفل. دي احسن طريقه تقدري تعصجي بيها اللحمه المفرومه، ان انت في الاول خالص تشوحي اللحمه زي ما انت شفتي معانا. كده خلاص خطوة اللحمة المفرومة بقت جاهزة معانا. الفكرة بقى بتاعتنا ان احنا بنجيب العيش بتاع التموين حوالي يعني من 5 أرغفة ل6 أرغفة. وده يا جماعة بس بالمناسبة ده عيش التموين اللي متوفر عندنا في البلد يعني اللي انا مقيمة فيها. حد تاني يقولي لا ده عيش شامي وسعره اغلى من كده، لا ده عيش تموين، وفي محافظات كتير بيتباع فيها نفس العيش ده. هناخد العيش وهنبدأ كده نفتحه لاتنين يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهنغطي عليه علشان ما ينشفش معانا. بعد كده بقى باجيب صينية مربعة وهدهنها بالزيت أو بالسمنة كويس جدًا. طيب تقدري برضه في الوصفة دي إنِّك أنتِ تستخدمي صينية مدورة هيكون أفضل معاكِ. هنجيب بقى كده جزء من العيش وهنبدأ نحطه ونوزعه في الصينية بالشكل ده. طبعًا جزء كده حطيناه زي ما هو، أما الجزء التاني بنبدأ نقطعه لقطع صغيرة بحيث إن إحنا نقدر نكمل بيه شكل الصينية. وزي ما قُلت لِك لو أنتِ عملتِ صينية مدورة هيبقى أسهل لِك وأفضل بكتير. هندهن بقى كده العيش من فوق بسيط جدًا وبكمية قليلة جدًا من السمنة، وكان كمان متوفر عندي شوربة كنت مسخناها، هابدأ برضه أضيفها على العيش، بس خدوا بالكم إن إحنا بنضيف كمية قليلة جدًا، جدًا، جدًا علشان العيش ما يدوبش معانا. بعد كده بقى هنحط الطبقة التانية من العيش. أنا هنا عايزة أحط 3 طبقات من العيش قبل ما أحط الحشو بتاع اللحمة المفرومة. وزي ما أنتم شايفين كل طبقة من العيش بندهنها بعد كده بشوية صغيرين خالص من السمنة، وكمان شوية من الشوربة. وبعد كده بنرجع طبعًا نعمل الطبقة التالتة من العيش بنفس الطريقة. طريقة سهلة وبسيطة ما بتاخدش معاكِ أي وقت نهائي. كده خلاص كمان خلصنا الطبقة التالتة وبدأنا برضه نوزع عليها السمنة والشوربة. هنبدأ بقى دلوقتي نحط الحشو بتاع اللحمة المفرومة، بس مش هاحط الكمية كلها لإني كنت عاملة يعني كمية لحمة مفرومة كتيرة. أنا باحب أكتر كمية اللحمة المفرومة أستخدم منها على قد الوصفة بتاعتي، وبعد كده باسيب الباقي أستخدمه مع أكلة تانية يعني. بعد كده بقى هنعمل برضه 3 طبقات تانيين من العيش، وزي ما أنتم شايفين في كل طبقة بنحط فيها رغيف من العيش، يعني أنا هنا استخدمت بالضبط 6 أرغفة من العيش. وبنبدأ طبعًا زي ما أنتم شايفين نقسّم العيش لقطع صغيرة عشان يعني نقفّل العيش بالشكل اللي أنتم شايفينه. في الأول هندهنه بالسمنة وبعد كده برضه بندهنه بالشوربة، وزي ما قُلت لكم الشوربة لازم تكون كمية قليلة جدًا. طيب هل الفكرة دي يا أم ليلي تنفع مع حاجة غير اللحمة المفرومة؟ عشان الأيام دي اللحمة المفرومة غالية أوي، ومش عايزين يعني إن إحنا طبعًا دي وصفة جديدة ومش عايزين إن إحنا نكلّف نفسنا. طبعًا تقدري مثلًا لو عندِك حشوة جبن تقدري تعملي بيها، هتطلع جميلة وزي الفل، وكمان منها إن أنتِ تجرّبي الوصفة وتقولي لي رأيِك فيها إيه. طبعًا هنا حطيت أول طبقة اللي هي الطبقة الرابعة، وبعد كده الطبقة الخامسة، وآخر طبقة بقى من العيش يا بنات إحنا مش بنحط عليها أي حاجة خالص. بُصّوا، إحنا بنجيب العيش هاوريكم دلوقتي،
طبعًا دي الطبقة ال5. بعد كده بقى بنجيب آخر طبقة خالص بنحط العيش زي ما هو، مش بندهنه خالص بالشوربة، تمام، بس بنبدأ كده نوزّعه وبنبدأ نفرده بالشكل ده، وطبعًا اللي هي أجزاء العيش بس اللي بتبقى موجودة تحت هي اللي هنحاول نحط فيها شوية من الشوربة علشان نلزقها على بعضها، وعشان كمان ما تخرجش معانا لمّا بنيجي ندخّلها الفرن. قبل بقى ما ندخّلها الفرن لازم نقطّعها، طبعًا هنا التقطيع على حسب ما أنتِ عايزة، أنا باحب أقطّعها لقطع يعني يكون حجمها متوسط، ما تكونش صغيّرة أوي وما تكونش كبيرة. خدوا بالكم بقى من خطوة مهمة جدًا، أنا بعد ما قطّعت الصينية طبعًا بيبقى في كده زي أجزاء عيش كده من فوق مش متساوية معايا، وأنا عايزة شكل الصينية في الآخر يكون شكله مضبوط ومتساوي، فجِبت كده إيه، عيش وبدأت كده إن أنا أشيل الأجزاء اللي مش مستوية معايا، اللي هي مش متساوية معايا يعني، مش مستوية طبعًا لأ، مش مستوية دي الكلمة غلط، مش متساوية معايا، وبدأت كده أقطّع أجزاء من العيش على شكل متساوي، وبدأت إيه، إن أنا أشيل الجزء اللي مش متساوي وأحط مكانه جزء من العيش يكون كده شكله حلو، بحيث إن في الآخر الصينية تيجي لي شكلها كويس بالشكل اللي أنتم شايفينه. هنا بقى هادهن العيش من فوق بشوية من السمنة، تقدري لو أنتِ مش عايزاه يطلع معاكِ اللي هو مقرمش أوي صينية الرقاق يعني لمّا تخرج من الفرن، تقدري بقى في الخطوة دي تجيبي نُص كوباية من اللبن، وتحطي مثلًا عليها بيضة وتقلبيهم كويس مع بعض، وتوزعيها على العيش من فوق بالشكل اللي أنتِ محتاجاه يعني، بس أنا بالنسبة لي هاكتفي يعني بالشكل ده. هناخدها بقى هندخلها الفرن، فرن سخن درجة حرارة 200 على الرف الأوسط، وخدوا بالكم أنا ما ولعتش عليها شواية خالص، هي الصينية أخدت معانا اللون الجميل ده من الصهد بتاع الفرن، ولو لاحظتوا هتلاقوها ما شاء الله طالعة معايا مقرمشة جدًا، 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 أنا بصراحة باحب القرمشة دي، بس طبعًا لو أنتِ حاباها تكون طرية ممكن تجيبي البخاخة بتاعة المَيّة ترشي يعني رشتين من المَيّة صغيرين خالص وتغطي عليها كده حوالي 5 دقايق، العيش هيبقى طري جدًا وزي الفل. عايزة أقول لِك بقى طعمه بقى رهيب بجد يا جماعة، يعني أنتِ لو كلتيه هتحسي فعلًا إن أنتِ بتاكلي حاجة حلوة بديل للرقاق، بس حاجة حلوة وجميلة جدًا. طبعًا بقى الطبقات هاوريها لكم دلوقتي، الطبقات فوق بعضها باينة وجميلة أوي، وعايزة أقول لِك كمان طعم الشوربة مع العيش مع اللحمة المفرومة مدّي للرقاق ده طعم جميل ومميز جدًا. وعايزة كمان أوريكِ لون العيش من تحت، نفس اللون من فوق هو من تحت، واخد اللون التحميص اللي هو اللون الدهبي الجميل اللي أنتِ شايفاه ده. طريقة سهلة وبسيطة جدًا، 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 جربوها يا جماعة، مش شرط تحطوا فيها لحمة مفرومة، ممكن تحطي فيها أي شوية جبن أو أي خضار متوفر عندِك، بجد لو جربتيها مرة هتعمليها على طول. طبعًا أنا منتظرة آرائكم تحت في الكومنتات، الوصفة دي كويسة والّا لأ؟ وهل برأيكم يعني تستحق كام على 10؟ طبعًا بقى عايزة أقول لكم بقى يا جماعة طعمها رهيب، لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين إيديكم وبألف هنا وشفا، ويا ريت مرة تانية ما تبخلوش على الفيديو بلايك، وباي باي.